السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمس على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني. لايك وشير للفيديو دعما منكم لاخوكم الاهلاوي، واللي مش عامل لي فولو يعمل لي فولو. موضوعين النهاردة مهمين جدا جدا جدا. اين محمد ابو تريكة اسطورة النادي الاهلي وحبيب الملايين ومعشوق جماهير النادي الاهلي والوطن العربي؟ والموضوع التاني فيه اللي هتكلم فيه هو عند مارسيل كولر. هبدأ الأول بعند مارسيل كولر، وبعد كده هتكلم عن أين محمد أبو تريكة. مارسيل كولر رسميا يرفض قطع إعارة أحمد القندوسي اللاعب الجزائري المعار لنادي سيراميكا كليوباترا رغم تألقه، رغم إحرازه ل5 أهداف في 5 أو 6 مباريات. ومارسيل كولر يواصل عنده وبيقول مش هقطع إعارة القندوسي لعدم حاجة فريق النادي الأهلي له في الوقت الحالي، أو علشان مفيش مكان لوجوده في الوقت الحالي. موضوع مهم جدا جدا. مش هعارضك يا مارسيل كولر، واحنا كجمهور النادي الأهلي متقبلين لكل قراراتك الفنية، لأن انت اللي شايف الصورة وانت اللي هتتحاسب. كل واحد هيتحاسب على مشاريبه، فدينا وراك. قلت هاتوا موديست، جبنا موديست. فين موديست؟ مفيش موديست. مشوا القندوسي علشان موديست، مشينا القندوسي عشان موديست. القندوسي بيسجل 5 أهداف في 6 ماتشات أو 5، وموديست بيسجل هدف في 12 ماتش، واحنا ما شفناهوش أصلا لحد دلوقتي. القندوسي لاعب ممكن يلعب لك وينج، ممكن يلعب لك وينج يمين وينج شمال في نص الملعب، ارتكاز في كذا مركز. وانت عندك ادي رضا سليم اهو اتصاب كوينج من الوينجات اللي عندك، اصابه 3-4 شهور. يعني ممكن القندوسي يبقى بديل لحسين الشحات، ولكن كلها اراء فنيه واحنا بنحترمها. طب انا عندي سؤال بس رفيع، هو فين كريستو؟ يعني احمد الضاوي كريستو مش كان هو الاولى بالاعاره من القندوسي؟ ما هو هيجي واحد اهلاوي يقول لي يا عم طب هو القندوسي هيرجع، ما احنا ما عندناش مكان للقايمه للاجانب، ما احنا كان هيبقى عندنا مكان او لسه فرصه يبقى ليه مكان لو اعرت كريستو بره. عير كريستو ياخد الخبرة، ياخد الالتحامات والمشاركات والدنيا دي كلها، ويفوق ويستوي كده بمعنى أصح. طالما انت ما بتشاركوش أصلا، عيره هو ورجع القندوسي، وهيبقى عندك مكان للاعب أجنبي، غير ان احنا هنمشي موديست أصلا. فانت لو ما عرفتش تمشي موديست واضطريت ان هو يكون عندك وعايز تجيب مهاجم أجنبي، عير كريستو. القندوسي اهم من كريستو دلوقتي، وجوده اهم من كريستو. طب انت مش هتعير كريستو ومش هترجع القندوسي، هتعمل ايه بكريستو؟ هنرجعه لمستواه ازاي؟ كريستو كان افضل ناشئ في تونس، كان افضل لاعب ناشئ في تونس. جاء الاهلي مفيش كريستو، مش موجود خالص. خد كام فرصة؟ كريستو خد فرص الصراحة يعني مع النادي الاهلي، مش هنلوم مارسيل كولر فيها، لكن برضو اكيد محتاج يشارك بنسبة اكبر، فطلعوا اعارة ورجع القندوسي. لكن خلاص مارسيل كولر مش هيرجع القندوسي، وشايف ان هو هيكمل اعارته السنة اعارة لحد ما يشوف الدنيا ايه. فخلاص احنا معاك في القصة دي. الموضوع التاني بقى والاهم، محمد ابو تريكة فخر العرب الحقيقي. في حد ملاحظ كده وسط العتمة، وسط الخذلان والإشادة، وسط ما في فنانين خذلونا وفي فنانين أخدوا إشادتنا ورحبنا بيهم، وسط ما في لعيبة كورة خذلونا وفي لعيبة كورة خدوا مننا كل التسقيف والاحترام والتقدير، أين محمد أبو تريكة؟ في وسط مش عايز اقول للفنان، في وسط ما بيومي فؤاد طلعوا يقولك احنا بنقدم فن، احنا مش عارف ايه، علشان يبرر لنفسه مشاركته في موسم الرياض، في موسم الرقص والهقص
والرياء على حساب ان في اخواتنا بيموتوا كل دقيقة. فين بقى محمد ابو تريكة؟ محمد ابو تريكة لو حد ملاحظ ومتابع هيعرف ان هو تقريبا داخل على شهر ما بيظهرش في قنوات بين سبورت، من اول الاحداث ما بدأت في غزة. ومحمد ابو تريكة، كابتن محمد ابو تريكة، مش ما ظهرش في قناة بين سبورت، مع ان هو ده الشغل اللي عادي ان اي حد يشتغل، وزي اللعيب ما بيلعب مع فريقه عادي، ما ينفعش يأجز، ما ينفعش ما يروحش، زي ما اي حد بيروح شغله عادي. يعني ظهور كابتن محمد ابو تريكة في قناة بين سبورت كتحليلا على الماتشات حاجة مش هتدينه او حاجة مش هتعيبه، بعكس مثلا الممثلين اللي بيروحوا مهرجانات وبينزلوا فيديوهات برقص واغاني وحاجة قلة قيمة. فمحمد ابو تريكة لما يظهر في القنوات عادي بيحلل ماتشات مفيش مشكلة، واخر ظهور ليه كان بيدعم القضية علنا في قناة بيتابعها الملايين، لكنه برضه احقاقا ونصرة لاخواتنا مرضاش يطلع في القنوات، واعتذر عن الظهور في قنوات بين سبورت، واعتذار مخفي حتى هو ما اعلنش عنه، وطلب من قناة بين سبورت ان هي ما تعلنش عنه، لانه حاجة بيعملها كده لنفسه، مش حابب ان هو مش شو بمعنى اصح. فده اللي احنا متعودين منه من الخلوق كابتن محمد ابو تريكة، لان النجومية سواء انت فنان او لاعب كورة او ايا كان مجالك ايه، نجوميتك يعني مش منحصرة عن الفن او الحاجة اللي انت بتقدمها بس، لا، نجوميتك منحصرة عليك انت كلك، شخصيتك، طريقتك، دعمك، موقفك. فكل الحاجات دي ابو تريكة نجم في كل الحاجات دي، بسم الله ما شاء الله، نجم في شخصيته، ونجم في فنه وموهبته، ونجم في دعمه، ونجم في قراراته، ونجم في كل حاجة، بسم الله ما شاء الله. وهو ده سر وسبب حبنا الغير طبيعي لكابتن محمد ابو تريكة، وهو ده سبب تسميتنا له لفخر العرب، وان مش هيجوا زيه لاعب او شخص ذو مواقف. مفيش لاعب هيجي زي محمد ابو تريكة من ناحية كل حاجة الصراحة. فشابوه الكابتن محمد ابو تريكة اللي دايما يعني بيرفع راسنا لمواقفه التاريخية طوال مسيرته الكروية، وحتى بعد اعتزاله. كامل الاحترام لكابتن محمد ابو تريكة، وربنا ينصر اخواتنا في غزة ان شاء الله، وربنا يفوق حكام العرب. يا ريت بس يشوفوا لقطة من لقطات ابو تريكة ويتعلموا منه حاجة، علشان يتدخلوا في حل المجازر اللي بتحصل دي، تدخل مباشر مش بس استنكار والكلام الفاضي ده. سلام.